موسيقى خيران بحدائق الاهرام مع الوزير. الناس في الفتره الاخيره بجد كلت وتعبت جدا. خبرين مهمين يعني نزوفون الحدائق النهارده في النقاش. كل السكان بيتكلموا ان التطوير في الخارج، داخل المدينه اخباره ان التطوير يا فندم شكلوا قنبله موقوته يا فندم. هنا المحلات في حدائق الاهرام الارتفاع المبالغ فيه في الاسعار، المحلات هنا في الحدائق يا فندم بتتاجر بشكل مبالغ فيه، بيعتبروا ان احنا في دبي. ولحد امبارح كان في ناس لسه بتشتكي يا فندم ان الميه قطع عندها. الناس الفتره الاخيره اشتكت من تراخي شركه الامن الخاص مع البوابات وانتشار الباعه المتجولين والمتسولين داخل المدينه. مخالفات البناء يا فندم في المدينه. الله ممكن الفتره القادمه نشر الاتحاد شغالين بمبادره قويه جدا من المحافظه. معلش ما تزعلش مني وحضرتك، انا كنت مع حضرتك صريح قدام معالي المحافظ ان السكان بتشتكي من امور كثيره جدا جدا. الناس تعبت بجد، الناس للاسف عايز اقول لحضرتك بيت بتدخل المدينه وهي مستاء. معالي المحافظ قال لحضراتكم عايزين شركه نظافه، هل الموضوع ده ممكن نلاقيه في اقرب وقت؟ خاصه ما ينفعش التطوير يبقى موجود خارج الحدائق وداخل المدينه بهذا الامر. زي ما اوصى كده معالي المحافظ ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى فيها تطوير لمدينه حدائق الاهرام. معالي المحافظ بنرحب بمعاليك يا فندم هنا في حدائق الاهرام، تحياتي لحضرتك. يمكن زياره مرتقبه بينتظرها كل سكان اهل الحدائق هنا يا فندم. رؤيه حضرتك لما تفقدت الوضع على الارض يا فندم من خلال تجول حضرتك للحي، واحنا دلوقتي موجودين في شركه الميه، والامر اللي تم التباحث فيه ما بين حضرتك وما بين الجمعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا حدائق الاهرام يعني جزء مهم من محافظه الجيزه، واحنا يعني دايما مهتمين بكل ما يثار من مشاكل من جانب اهالي منطقه حدائق الاهرام. ويمكن انا وصلني الاسبوع اللي فات واللي قبليه شكاوي كتيره بسبب انخفاض ضغط الميه في الحدائق، ومن هنا يعني بادرنا بالفور بعقد اجتماع مع شركه الميه ومجلس اداره الجمعيه. ويعني السيد رئيس مجلس شركه الميه مشكورا يعني وضح الامر ان كان مش يعني امر عارض نتيجه لوجود بعض الاصلاحات في خط المياه اللي جاي من محطه اكتوبر، وتم تلافيها ورجع ضخ المياه كما كان، واصبحت يعني حدائق الاهرام بتتمتع يعني بنسبه كبيره من خط الميه المفروض اللي جاي لمحافظه الجيزه. يمكن 75% من الوارد من هذا الخط، وده قوي 100,000 متر يومي، 75,000 متر منهم بيضخوا لصالح حدائق الاهرام. في بعض المناطق ما زالت ضعيفه وهي المناطق المرتفعه، واحنا عارفين يعني اكثر من الدور الثالث الامر قد يحتاج الى تركيب موتور لضخ الماء. اللي يمكن المحافظه وبالتنسيق مع شركه الميه احنا جايين النهارده بصدد مشروعات جديده. زي ايه يا فندم؟ يعني النهارده في خزان ارضي، يعني النهارده في المنطقه اللي احنا واقفين فيها خزان قوامه يعني سعته حوالي 6000 متر. ده شغال لصالح حدائق الاهرام. شركه الميه بصدد انشاء خزان اخر، حضرتك هذا الكلام في خزان تحت الانشاء مخصص لمدينه الحرفيين في محافظه الجيزه، وهو تحت الانشاء في اتفاق مع شركه الميه ان شاء الله تستكمله. في تطوير لطرمبات القائمه بطرمبات جديده. يعني المرحله اللي جايه هيبقى يعني في رفع لكفاءه الميه في منطقه حدائق الاهرام. معنى كده يا فندم الناس اللي هي ما بتوصلهاش الميه حاليا تنصحهم بتركيب موتور في ظل اعاده توزيع ضغط الميه في كل الحدائق دلوقتي؟ احنا قلنا لاكثر من 3 ادوار اللي ساكن في الدور الثالث وما يعلوه الامر قد يتطلب تركيب موتور ميه. في بعض المناطق مش محتاج خلاص لغايه ما يعني حصل تاثر تبقى يركب موتور. لكن انا لما قعدت في الاجتماع ده وسمعنا يعني وجهات النظر المختلفه، في اماكن مش محتاجه موتور ميه، لكن اللي محتاج طبعا حضرتك النهارده لابد من ضروره ان احنا نركب موتور ميه عشان خاطر لغايه ما تتحل المشكله تماما ان شاء الله باذن الله. ما حدث خلال الاسبوعين اللي فاتوا ناتج لاعمال صيانه واصلاح في الخط اللي جاي من محطه اكتوبر. لحد امبارح كان في ناس لسه بتشتكي يا فندم ان الميه قطع عندها، هل الامر ده اتحل النهارده؟ انا بطمن حضرتك النهارده ما فيش ميه مقطوعه، لكن زي ما بقول لك الاماكن اللي بتقطع فيها الميه الادوار المرتفعه. الادوار المرتفعه وخاصه في المناطق المرتفعه من الحدائق، لكن ما عدا ذلك كله الحدائق واصله لها ميه وكله ما فيش مشكله ميه، لكن الامر يحتاج في بعض الاحيان لتركيب موتور. في خبرين مهمين يعني نزوفون الحدائق النهارده في نقاش معاليك مع الجمعيه. النهارده هيتم سفلته الشوارع الرئيسيه بجانب انترلوك للشوارع الجانبيه، ده اللي اكده المعاليك الجمعيه النهارده. وبرضه نوضح للساده المشاهدين ان السفلته داخل الحدائق هي مسؤوليه الجمعيه وليست مسؤوليه المحافظه، عشان الناس اللي بتطالب المحافظه بالسفلته داخل المدينه. كيف توضح هذا الامر؟ طبعا عايز اوضح طبعا ان حدائق الاهرام زي ما بقول هي جزء مهم من محافظه الجيزه، وقع في نطاق منطقه بتحتل وتشغل بال الدوله خلال الفتره الحاليه والقادمه بمناسبه قربها من المتحف المصري الكبير، واللي ان شاء الله احنا يعني عن قريب يتم افتتاحه.
واحنا بنستعد في المنطقه المحيطه للمتحف تماما للافتتاح. ويمكن كان دوله رئيس مجلس الوزراء الاسبوع اللي فات موجود معانا في هذه المنطقه وبيتابع الموضوع ده بنفسه على مدار الساعه. يعني هل التطوير هيشمل المدينه من الداخل يا فندم؟ لان كل السكان بيتكلموا ان التطوير في الخارج، داخل المدينه اخباره ان التطوير يا فندم. بص يا فندم، يعني المدينه من الداخل حضرتك النهارده ده يعني حضرتك ده مشروع خاص، ده بتديره جمعيه خاصه، وهذه الجمعيه مسؤوله تماما عن كل ما هو داخل حدائق الاهرام. احنا المحافظه دورنا حضرتك النهارده ان احنا مسؤولين عن تنفيذ بعض القوانين زي موضوع مخالفات المباني، زي موضوع تنظيم المحال العامه، ده دور المحافظه. لكن ليس معنى هذا ان احنا يعني في تنسيق كامل مع الجمعيه عشان خاطر ان اححنا نقدر نحل اي مشكله. مشروع اخر ان شاء الله هيتم طرحه خلال الفتره القريبه، لو استكمال باقي السفلته يا فندم ولا الانترلوك؟ باقي السفلته، بالاضافه ان هو يعني هيتم تم الاتفاق مع الشوارع الداخليه، تم يعني تبليطها ببلاط الانترلوك، وده يعني لا مش كلها يا فندم، ده بعض الشوارع، ولكن ده كان اغلبها بمجهودات ذاتيه. احنا بنتكلم هل الانترلوك هيشمله يعني كل شوارع الحدائق بدخل من الجمعيه، بتنفيذ من الجمعيه؟ زي ما قلنا حضرتك النهارده دي على مراحل ووفق الامكانيات المتاحه للجمعيه. احنا بنتكلم مع الجمعيه في الامكانيات المتاحه لديها، هي عندها بعض الامكانيات هيتم طرحها تاني، مشروع سفلته ومن ضمنه مشروع تبليط بعض الشوارع بانترلوك. يعقبها خلال المرحله الاخرى ان هو عندهم بعض المشروعات اللي ممكن يستثمرها عشان يبقى في عائد حضرتك النهارده بحيث يستكمل هذا الكلام. لكن احنا متفقين معاهم لابد من رفع كفاءه كل الشوارع داخل حدائق الاهرام حضرتك النهارده، ويبقى شكلها يرضى عنها المواطن والناس المقيمه في حدائق الاهرام. اتكلمنا في جزئيه مهمه جدا، اتحاد الشاغلين، ومعاليك مشكورا لما طرحنا فكره ان يكون في مبادره من المحافظه في تبني هذا الامر للمصداقيه. حضرتك مشكورا اتخذت الاجراء على ارض الواقع. هل ان شاء الله ممكن الفتره القادمه نشر اتحاد شاغلين بمبادره قويه جدا من المحافظه؟ ووضح لنا الامر ده ممكن يكون ازاي، بحيث ان يكون في تقنين لاوضاع السكان بشكل رسمي، وفي نفس الوقت يبقى في عائد داخل على المصاريف اللي موجوده هنا في الحدائق في عمليه التطوير وعمليه البنيه التحتيه وخلافه. فن طبعا القانون يعني بيلزم تماما كل عقار حضرتك النهارده لابد يبقى فيه اتحاد شاغلين، وهذا الاتحاد لابد ان يسجل في الحي. انا يعني من موقعي وبحكم وجودي على ارض حدائق الاهرام انا شايف لابد ان يكون هناك اتحاد للشاغلين لكل العقارات اللي موجوده في حدائق الاهرام. واحنا من ناحيتنا كمحافظه وكحي هنتعاون تماما في هذا الموضوع وهنسهل كل الاجراءات. وجود اتحاد شاغلين لكل عقار هيساهم في حل مشاكل كتيره، هيبقى في تواصل مع بينه وبين الجمعيه وبينه وبين الحي، نقدر من خلالها يعني تبقى الشكوى سريعه ويبقى المشكله تتحل اسرع، ويبقى فعلا قادرين ان احنا نقف على ارض الواقع ونقيم احتياجاتنا خلال الفتره اللي جايه، ما لينا وما علينا لكل طرف من الاطراف. مخالفات البناء يا فندم في المدينه، حضرتك لما نقلت الجزئيه دي وضحت لسيادتك ان في مباني مخالفه في الروف وايضا تحويل سكن تجاري، على الفور وجهت الحي باتخاذ الاجراءات اللازمه. ايه الاجراء اللازم، خاصه ان في ناس بيجي الحي يكسر وبعد كده بيرجعوا يبنوا تاني يا فندم؟ ايه الاجراء الحاسم اللي يمنع هذا الموضوع تماما؟ موضوع مخالفات المباني موضوع يعني بيشغل بال الدوله تماما، وفي توجيهات يعني مشدده لمخالفات مواجهه مخالفات المباني، لان مخالفات المباني هي السبب الرئيسي فيما نحن عليه من مشاكل النهارده. يعني زي ما حضرتك النهارده بنتكلم على مشكله نقص الميه او انخفاض يعني ضغط الميه في بعض المناطق، ده راجع لايه يا حضرتك؟ راجع طبعا اولا حضرتك ليه؟ زياده الكثافه البنائيه عن الحد المسموح به، انه في مباني مخالفه تمت خلال الفتره اللي فاتت، لكن الدوله في الفتره الراهنه ومن سنوات حضرتك النهارده يعني احنا واقفين في المحافظه بالمرصاد لاي مخالفات مباني، وفي حاله اي مخالفه حضرتك النهارده بيتم التدخل الفوري واتخاذ الاجراء الرادع فيها. وحضراتكم شفتوا احنا يعني يوميا هذا الملف يعني احنا بنشتغل فيه على مدار ال 24 ساعه. يمكن الناس بتعتقد ان احنا بنشتغل بس فتره الصبحيه، لا احنا فتره بالليل شغالين وفي الفجر شغالين، وبنتابع طبعا اي مخالفات مباني واي شكوى بتصلني بمخالفه مباني. يمكن هذه الشكوى من اهم الملفات اللي انا بوليها رعايه يعني خاصه
في هذا في عمل اليومي. واعتقد الحمد لله ان شاء الله الفتره اللي فاتت المخالفات المباني يعني انخفضت بنسبه كبيره، واحنا مستمرين في ذلك لغايه ما يعني يبقى فيها يعني حسم. والفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى في يعني قانون البناء يسمح بالحالات البناء عليها، لكن وفق ضوابط محدده وشروط محدده. تقنين اوضاع سيارات النقل الداخلي في المدينه يا فندم، خاصه انها بتوصل في الشوارع الرئيسيه فقط ولم تدخل الشوارع الجانبيه، وايضا هناك سيارات لم تعمل تحت مظله الشركات الثلاثه اللي هم موجودين. الامر ده ازاي يتم تقنينه خاصه بعد الشكوى الكثيره من السكان من ارتفاع الاجره بشكل غير مسبوق؟ تاني حاجه كمان يا فندم، شيء بشيء يذكر بالنسبه للارتفاع المبالغ فيه في الاسعار. المحلات هنا في الحدائق يا فندم بتتاجر بشكل مبالغ فيه، بيعتبروا ان احنا في دبي وليس في حدائق الاهرام، كل يوم سعر بسعر. يعني النهارده تيجي تشتري مثلا ازازه الزيت ب 90 جنيه، بكره تلاقيها ب 120، بعد 5 دقائق المحل اللي قصاد حضرتك هتلاقيه ب 130 وهكذا. الامر ده المتعلق بالسيارات الداخليه وايضا بالاسعار والمغالاه اللي موجوده هنا بمحلات حدائق الاهرام، وازاي يتم تقنين اوضاعهم خاصه بعد ما تشكلوا قنبله موقوته يا فندم هنا المحلات في حدائق الاهرام. طبعا الفترة اللي فاتت انت عارف حضرتك النهارده كانت المشكلة الأساسية لأهالي حدائق الأهرام هي مشكلة التوك توك. نعم. واحنا الحمد لله تم حل هذه المشكلة. كل الناس بتشكر معاليك على هذا الأمر يا فندم، وحضرتك ما تأخرتش والله من خلال المناشدات اللي احنا نشدنا فيها معاليك على صدى البلد، وحضرتك بشكل رسمي تدخلت وحليت هذا الأمر، وده يمكن من أكبر المشاكل اللي كانت بتعاني منها حدائق الأهرام على مر الزمان. طبعا زي ما قلت لحضرتك فموضوع حدائق التوك توك انتهت تماما وبلا رجعه ان شاء الله. طبعا بالتنسيق مع الجمعيه تم يعني التعاقد مع شركات نقل حضرتك النهارده نقل الركاب بديلا عن ظاهره التوك توك، واصبحت هذه الشركات موجوده ومألوفه. يمكن يكون عددها قليل او غير كافي، هنتم يعني التنسيق مع الجمعيه ويتم ان احنا نتدارس معاهم ان احنا ندخل شركه اخرى او ان احنا نزود يعني عدد السيارات اللي الشركه اللي موجوده بحيث تصل للشوارع الداخلي. لكن مش عايزين نتكلم حضرتك النهارده على الشوارع الداخليه وخلاف، يعني اي شارع داخلي حضرتك النهارده بيخرج على شارع رئيسي، ويعني اعتقد المشي الرياضي يا فندم يعني مطلوب ان احنا في ناس كبيره في السن مع الوزير ماشي حضرتك النهارده نوجد عربيات حضرتك النهارده، وزي ما بقول النهارده يعني عندنا شركه نقل وشركه نقل اعتقد النهارده يعني 3 شركات نقل حضرتك موجودين، فاعتقد ان احنا لو عايزين نزود عدد السيارات هنزود عدد السيارات باذن الله. موسيقى خيران بحدائق الاهرام مع الوزير. الناس في الفتره الاخيره بجد كلت وتعبت جدا. فيما يتعلق بالاسعار الدوله لا تدخر جهدا في مواجهه ظاهره الاسعار، ويعني ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في يعني مزيد من المتابعه ومزيد من الرقابه على الاسعار، وان شاء الله اسعارها تكون يعني مقبوله ومحل رضا من المواطن، ويعني الفتره اللي جايه ان شاء الله الامور هتبقى كويسه ان شاء الله. اخر حاجه يا فندم عشان ما اطولش على سيادتك عشان وقتي معليك، الناس الفتره الاخيره اشتكت من تراخي شركه الامن خاص مع البوابات وانتشار الباعه المتجولين والمتسولين داخل المدينه. هذا الامر بما توصي به جمعيه حدائق الاهرام وهي مع حضرتك مهندس تامر حاضرنا وسامع الكلام ده يا فندم. انا يعني اوصي المهندس تامر وكل اعضاء مجلس الاداره شركائي في المسؤوليه يعني يعني ضروره يعني التنسيق الجيد مع شركه الامن لاحكام السيطره كما كان الحال عليه في بدايه عمل الشركه. باشمهندس تامر الفتره اللي جايه نجد ان شاء الله شغل على ارض الواقع من الجمعيه بالتكاتف مع المحافظه يا فندم؟ ان شاء الله باذن الله زي ما اوصى كده مع المحافظ ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى فيها تطوير لمدينه حدائق الاهرام باذن الله. ايه اللي ممكن يشمل التطوير داخل مدينه حدائق الاهرام؟ السفلات اخبارها ايه؟ حضرتك قلت مع المحافظ ان شاء الله ممكن نشهد الفتره القادمه كمان انترلوك داخل الشوارع الجانبيه. باذن الله احنا شغالين في مرحله الاسفلت الشوارع اللي هي بتربط ما بين الشوارع الرئيسيه، بعد كده في مرحله اخيره ان شاء الله هيبقى تشمل اسفلت وانترلوك. الانترلوك ده يتعمل في الشوارع الفرعيه اللي هي قصيره يعني مسافتها قليله، فهتربط الانترلوك هيربط ما بين الاسفلت والاسفلت باذن الله. هل في خطه زمنيه لكل هذه الامور يا فندم؟ احنا المفروض المشروع اللي احنا شغالين المرحله الثالثه اللي هو المرحله الرابعه اللي هي الاسفلت تنتهي في بدايه العام اللي احنا فيه. اتاخرت شويه الشركه لان احنا متعاقدين مع الانتاج الحربي نتيجه ان في نقص في البوتومين اللي موجود في البلد. الشركه تعهدت وعملت لنا جدول زمني في خلال 4 شهور ان شاء الله تكون مخلصه المرحله دي، وندخل على المرحله اللي بعدها بالتعاقد مع شركه ممكن نفس الشركه او شركه جديده يعني على حسب ما احنا هنعرض المناقصه باذن الله.
باشمهندس سامر، مشاكل حدائق كتير جدا والمسؤوليه على جمعيه حدائق الاهرام يمكن اكثر من المحافظه، بما ان حضراتكم المسؤولين الاول والاخير على المدينه. تطمن السكان الفتره اللي جايه ايه؟ خاصه معلش ما تزعلش مني، وحضرتك انا كنت مع حضرتك صريح قدام معالي المحافظ ان السكان بتشتكي من امور كثيره جدا جدا، لو اتكلمنا فيها محتاجين يجي ساعات عشان نوضح كل المشاكل. هل نقول ان شاء الله الجمعيه هتكون جاهده في الفتره اللي جايه، بما ان عمليه التطوير بتشمل في الخارج، هيكون ان شاء الله في عمليه تطوير في الداخل في حدائق الاهرام يا فندم؟ ان شاء الله الفتره الجايه تشهد تطوير في حدائق الاهرام. في مشاكل موجوده في الحدائق، واحنا ما بنكلش جهد على ان احنا بنحل المشاكل دي مع السيد المحافظ، وفي اجتماعات دوريه وبيتم التوجيه وبنبتدي نشتغل عليها. انا جمعيه، انت عارف جمعيه مسؤوله من المدينه، في بعض الاشياء بنتم رصف الطرق. الجمعيه فيها 5000 عضو، ال 5000 عضو انا عشان امرر اي قرار لازم بحضور اعضاء الجمعيه 10% على الاقل من اعضاء الجمعيه. طبعا دي بتقابلني مشكله في اتخاذ القرارات، بس الحمد لله بنتغلب عليها. السيد المحافظ بيساعدنا في الموضوع دوت، الهيئه العامه للتعاون، رئيس هيئه بيساعدنا، رئيس الاتحاد الاسكان التعاوني بيساعدنا في الموضوع دوت، وبنتغلب على المشكله دي. طيب شركه النظافه اتكلمنا مع معالي المحافظ، وانا بقول يا فندم ليه ما يبقاش في تعاون ما بين الجمعيه وما بين هيئه النظافه في تنظيف الشوارع، خاصه بعد ما المشاكل الخاصه بالقمامه تفاقمت مؤخرا. معالي المحافظ قال لحضراتكم عايزين شركه نظافه، هل الموضوع ده ممكن نلاقيه في اقرب وقت، خاصه انه كان مطروح من 3 سنين يا استاذ سامر؟ والله احنا مشينا في مشروع شركه النظافه، بس هي هيئه النظافه موجوده هنا، واعتقد ان مسؤوليه النظافه هي مسؤوليه هيئه النظافه يعني. بالتعاون مع حضراتكم، مع المحافظ اكد ان لازم تكونوا جايبين يا فندم شركه نظافه. يا فندم هيئه النظافه طول ما هي موجوده هنا هي مسؤوله من حدائق الاهرام. هو الكلام ده على لساني يعني، هي هيئه النظافه موجوده يوميا جوه داخل مدينه حدائق الاهرام، فتعاقد ازاي مع شركه وهيئه النظافه موجوده يعني. فبالتالي انت قلت ده مع المحافظ يا فندم انه هيبقى في شركه نظافه وان تعملوا ده. احنا كنا ماشيين في المشروع دوت، بس المشروع ده توقف نتيجه ان هيئه النظافه هي المسؤوله عن المكان هنا في النظافه. الجمعيه سيارات النظافه اللي جابتها مش دي برضو مسؤوليه تجاه يعني في الشوارع هنا في التنظيف؟ السياره دي تم التنسيق مع المحافظه، ومعالي المحافظ اصدر تعليماته على ان السياره ديت ممكن يستلمها هيئه النظافه وتبتدي تشتغل بيها ان شاء الله. بلغ سياده المحافظ بهذا الامر بعد اذن حضرتك، بحيث ان يكون في شركه نظافه على الاقل ما بين المحافظه وما بين الجمعيه، لان مشكله نظافه ايا كان المسؤول ليها لازم تتم داخل حدائق الاهرام يا استاذ. ماشي يا فندم، انا المفروض ان هيئه النظافه في عمال يوميا وعربيات بتنزل في المدينه، واعتقد ان ما فيش اي كميات زباله متراكمه في المدينه يعني. ازاي يا فندم؟ ده القطع الاراضي كلها مليانه كميات قمامه، الشوارع برضه يا استاذ تامر بتبقى مليانه. في حملات لما بنتكلم مع المحافظ، وانا شخصيا لما بتواصل مع المحافظ الراجل ما بيتاخرش بيبعت لنا حمله، ولكن هيئه النظافه لوحدها مش هتكفي القمامه وكميه معلش انا اسف يعني المشاكل الخاصه بالقمامه في حدائق الاهرام. والله زي ما بقول لحضرتك احنا بننسق مع هيئه النظافه، وهيئه النظافه في اي مشكله موجوده الناس بتتوجه على طول وبتعمل حملات وبتشيل النظافه اللي موجوده او القمامه اللي موجوده في الحدائق. نتمنى استمر يعني الفتره اللي جايه تبقى في مصالحه حقيقيه من جمعيه حدائق الاهرام لسكان الحدائق. الناس تعبت بجد، الناس للاسف عايز اقول لحضرتك بيت بتدخل المدينه وهي مستاء بعد الانجازات اللي تمت. مشكورين، جبنا شركه امن وشلنا التوك توك وسفلتنا بعض الشوارع، عايزين نكلل ده بجهد ملموس داخل المدينه، خاصه بعد عمليه التطوير اللي خارج الحدائق، فما ينفعش التطوير يبقى موجود خارج الحدائق وداخل المدينه بهذا الامر. انا عارف المسؤوليه كبيره والمسؤوليه تقيله على حضرتك، خاصه في ظل يعني المخصصات الماليه، واتكلمنا مع معالي المحافظ في هذا الامر بحيث ان يكون في اتحاد شاغلين، وبعد كده يبقى في يعني رسوم بشكل رسمي ولو بسيطه بحيث انها تساعد في تطوير المدينه. صح كده يا فندم؟ احنا محتاجين ده ننفذه في اقرب وقت، المحافظ يعني تعهد بده. احنا محتاجين شغل بقى في المرحله اللي جايه. اصلا احنا لنا كل جهد والله في الشغل في مدينه حدائق الاهرام، اي حاجه بنقدر نساعد فيها ونشتغل عليها ونطور من المدينه بنشتغل عليها. احنا محتاجين المزيد. معلش احنا طماعين شويه بس احنا محتاجين المزيد، ده ابسط حقوقنا والله مش طمع ولا حاجه، ولكن احنا محتاجين المزيد في الفتره اللي جايه. زي ما بقول لحضرتك احنا ما بنتاخرش جهد، وزي ما بقول برضه اكيد انت عارف ان احنا مسكنا الجمعيه ديت في خلال 2.5 او 3 سنين. الحمد لله من بدايه ما احنا مسكنا الجمعيه وفي شغل موجود وملموس داخل مدينه حدائق الاهرام. احنا ان شاء الله بنطمح ان شاء الله ان يبقى في تطوير زياده، في مشروعات زياده. موضوع الانترلوك برضه اتكلمنا مع السيد المحافظ ان شاء الله المرحله الجديده نتعاقد عليها باذن الله. نتمنى ذلك.
ذلك يا استاذ تامر. نتمنى يا رب ان يكون في صفحه جديده من الجمعيه تكتب بايادي بيضاء ان شاء الله في تطوير مدينه حدائق الاهرام. مش عايزين نضيع المجهود اللي فات. معلش حضرتك بتقول في مجهود اتعمل، محدش ينكر ذلك، مجهود السفلته، مجهود شركه الامن، مجهودات كثيره جدا، ولكن ده لم يبلور ولم يتوج ولم يعترف به بشكل رسمي الا لما كل المشاكل اللي بتسند مسؤوليتها للحدائق للجمعيه تنفذ على ارض الواقع وتحل كل هذه المشاكل. ان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله يا استاذ عاصم. اتمنى ذلك. شكرا لحضرتك. ده يا جماعه كان لقاءنا مع معالي محافظ الجيزه والاستاذ تامر الشحات رئيس الجمعيه، واللي شمل العديد من المحاور واللي تعهد من خلالها معالي محافظ الجيزه ان يكون ان شاء الله هناك خطه تطوير شامله في المرحله اللي جايه. ونقلت لي الحقيقه مش بس كمان في هذا اللقاء ولكن بشكل رسمي العديد من المشكلات اللي بيئن منها كل سكان حدائق الاهرام، والحقيقه وعد مشكورا ان يكون هناك تدخل بشكل كبير، وهنظل دائما باذن الرحمن هنوصل صوت سكان حدائق الاهرام حتى تحل كل مشاكل المدينه. ما ضاع حق ورأوا مطالب، وان شاء الله القادم افضل رغم انف كل المصاعب اللي ممكن تواجهنا. شكرا لحضراتكم. عاصم الشندويلي.